هذا يقدم إلى محكمة لندن. محكمة لندن التي حكمت على الحج عزيز. من هو الحج عزيز؟ هذا المرافق لابن الإمام. دخل الحسين بن الإمام لندن قبل 60 سنة أو قبل 55 سنة، ودخل ولابس اللبس اليمني، الجوخ الأسود والشال الأبيض، وفي يد السيف زي مزخرف في مدحكه مثل ما العصير يتعصبها كذا وبعمامه. أهل لندن ما يعرفوا هذا اللبس أبدا، ولا زالوا يستنكروا. أنا حين أخرج الخارج أنا أخرج وأنا بس هذا اللبس، ومن جاء سردي ومن جاء سافو ومن جاء مشد مشكلة. ما هو هذا من الجي يعني كتاب من القبر من الجي. الكلب كلب لندن ما لكم سنفتوا شو قعدتكم ما قاموا شنو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا لأجل قصة الكلب. كل واحد يستشير وقفوا مالكم حتى العادة قريب قوي. هذا الكلب هذا ابشر ابن الإمام هكذا وحالا حفحف، والمرافق حق ابن الإمام توهم ان كلب لندن مثل ما كلب صلع حد يطعنه ويقتلوه، قفز وجر الجبي وطعن الكلب. والبوليس رسم ذيك الساعة، رسم وخرج صورة ذيك الساعة. يوم ثاني ما جاء له قد استدعاء إلى المحكمة لأنه جنى على الكلب، وحضر إلى المحكمة وحكمت المحكمة بأنه يسلم أجرة العلاج، وأنه يذهب إلى المستشفى يزور الكلب هذا لأجل يرد اعتبار صاحبه لأنه إهان له. قال الراوي فلما وصل ساره ابن الإمام قال هاي سد بتيل هذا قد قسمها وطف له شو صار؟ اخطوا يا سيدي لأنني ما قتلت إلا لأجلكم، ما طعنت لأجلكم. قال بسم الله. فبدأوا على العنبر واليهودي هذا الكلب لاقت هنيك هذا حال ببصر حج عزيز صاح ذيك الساعة توهم قديت ليه، لكن صوت قالوا بس يرجع له ورجعوا ذيك الساعة وحالا بعد عالجوا وخرجوا. هذا عند النصارى فيقدم إلى هذا المحكمة. أما عند الأمر الشرعي فما بشكوا دلا في هذا.